السلام عليكم. النهارده تالت يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. كان نفسي انزل لكم كذا فيديو الايام اللي فاتت، بس ان شاء الله الايام اللي جايه هنستمر. يعني عاوز اتكلم عن الشخص اللي بيتعصب من اقل حاجه. تلاقي كده واحد من غير اي حاجه هو بيتعصب وبيزعق وصوته كده فاهم؟ مفيش اي حاجه تدعي ان انت تتعصب وتبذل مجهود، فاهم؟ يعني انا دايما بشوف ان الناس اللي هم اغنياء او اصحاب شركات كبيره او الناس اللي هم قيمه وقامه، الناس دي مش بتتعصب ليه؟ فاهم؟ لان هو عارف قدر نفسه. لو حاجه مضايقاه هيعرف يحلها، هيعرف يظبط يهندل الدنيا من غير ما يزعق ومن غير هو كلمه منه بحساب او بفلوس. فلما يفضل ويزعق وانا والدنيا، هو عارف هو مين، فاهم؟ فمش هيستهلك نفسه عشان حد، لان العصبية هي حاجة تبين ان انت ضعيف. يعني مثلا انت لو قلت مثلا لحد من يخصك او اهل بيتك يعني او اي حاجة، وقلت لها مثلا ما تعمليش كده وعملت كده، فانت قعدت تزعق وتتعصب. فهي لما هي عملت كده انت ما تزعقش، عشان انت لما تزعق هي مش هتسمع كلامك عشان انت بتزعق. هي هتسمع، يعني يوم ما هتسمع كلامك هتسمع كلامك عشان هي خايفة منك، مش عشان هي بتحترمك. لانها لو بتحترمك كانت سمعت كلامك من غير ما انت زعقت ومن غير اي حاجة. عاوز ابين ايدي، بس ايدي تحت فاهم؟ ف انا مش بعمل فتن. انا ما قلتش، انا قلت حد يخصك، ما قلتش مراتك، وما قلتش حد. خليك مقتنع تماما ان صوتك العالي والعصبية بتعني ضعف في موقفك. يعني تخيل كده مثلا شخص جيم كده وعضلاته بتاع، فجه شاب كده قال له انا هضربك، هيقول له اللي عندك اعمله، لان هو عارف هو مين. هو عارف هو يعرف يعمل ايه، وعارف هو. لا انا عايز ابين دراعي، مش كده يا جدعان. طب ايه، اطلع لفوق؟ طيب ارفع ايدي كده ولا ايه؟ ماشي. هو عارف هو مين، هو عارف يقدر يعمل ايه. فلو جه نفس الشخص اللي راح للشخص الاولاني العضلات، راح الشخص ده راح قال لواحد كده متعصب او شخص ما مش عارف قدر نفسه مثلا، راح قال له انا هضربك، راح يقول له انت ما تقدرش وانت ما تعملش وانا والدنيا. فاهم حاجه؟ وهيفضل يستهلك نفسه ويحكي كتير. يعني مثلا لما انت محدش يسمع كلامك او ايا كان التصرف، فانت بتلجأ للشخص المتعصب، فانت بتلجأ للترهيب. انت يعني ايه؟ بتلجأ للعنف، فاهم؟ يعني ابنك مثلا لما ما يسمعش كلامك فانت تتعصب وتعنفه. هو مش هيسمع كلامك عشان هو بيحبك او عشان هو بيحترمك، هو هيسمع كلامك يعني عشان يخلص او عشان خايف منك. يعني تخيل مثلا شخص ما دخل البيت وهو بيزعق بقى كده مش عارف ايه، هيبقى مكروه، الناس بتنفر منه، لان الكلام بيطلع منه سلبي، بيشفط الطاقة. حاول ما تكونش كده. حاول يبقى عندك مثلا انت عارف انت مين، يعني الكلمة منك بحساب، فاهم؟ انت عارف قيمة نفسك. في فرق، يعني انت مثلا لما ما تزعقش وانت لما ما تتعصبش انت كده شخص سوي. انت كده مش بارد. الشخص ما يعني في اي مشكلة لما تلاقيه هادي كده ويفهم الموضوع الاول وبعد كده يتصرف بحكمة وبعقل، هل كده هو ده برود؟ ولا هو لازم يزعق وانا والدنيا ومش عارف ايه وبتاع وكده؟ لا خالص، مش كده. اهدى وكل حاجة تتحل. مفيش حاجة تستاهل ان انت تأذي نفسك او تأذي جهازك العصبي عشانها خالص. وان انت تكون مثلا عندك حتة ان انت شخص حازم. يعني حازم يعني ايه؟ حازم يعني مثلا لما بتقول مثلا لشخص لبيتك ابنك او ايا كان اعمل كذا 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 بكل هدوء بكل ثقة بكل عقل، تمام، وهو ما سمعش الكلام، عقلك او ايه او تصرفك الصح مع الوقت هيخلي الشخص ده مجبر ان هو يسمع كلامك. لان انت مثال زي ما تقول واعي، فاهم؟ مش شخص متهور بيعنف وبيعاند، فاهم؟ خليك عارف العصبية تعني الخوف والضعف، مش القوة. خالص.
انت زعقت، انت مش عارف ايه. مثلا هقول لك على حاجه، لو انا صوتي من جوايا واطي، يعني ما فيش ثقه، او انا مش عارف قدر نفسي، تمام، فهحاول اعلي صوتي عشان اثبت لنفسي ان انا حاجه. يعني مثلا جه شخص قال لي انت وحش، قعدت ابرر له وقعدت اشرح له وقعدت احكي كتير، فاهم؟ فده معناه ان انا من جوه نظرتي لنفسي ضعيفه، فانا ببرر له عشان اغذي الثقه دي جوايا. نظرتك لنفسك بتفرق في كلامك، في طبعك، في اي حاجه. هو بيكون فاكر ان العصبيه والزعيق هتحميه وهتخليه هو فاهم، هو الفحل. هيكون فاكر ان عصبيته هتخلي الناس تسمع كلامه، هيكون فاكر حاجات كتير قوي ان عصبيته دي هي اللي بتحلها، وان زعيقه ده هو اللي الصح، لكن هو غلط جدا، فاهم؟ هو ضعف موقفك. ويعني انت تخيل مثلا بتقول لخطيبتك او حد، انا هرجع لنفس المثال اللي في الاول، على حاجه وهي ما سمعتش الكلام. ليه ما سمعتش الكلام؟ عشان هي مثلا، يعني مثلا عايز اقول لك على حاجه والله، يعني انا تخيل كده شخص ما بيزعق كتير، انت بتشوف ان هو بق بس، كلام بس، مفيش فعل، فاهم؟ لان الشخص ما اللي بيتكلم كتير واللي بيزعق كتير، ما هو بيزعق لاي حد، هو بيقول كلام كتير، فهو مجرد كلام. فاهم؟ الحاجات الكتيره، الكلام الكتير ما بلا قيمه. وش انا مثلا بتعامل مع شخص ما، يعني انا مثلا مش هقول لك ابويا عشان انا والدي متوفي ربنا يرحمه يا رب. مثلا ابويا، ابو شخص ما نعرفوش، آه، ش- والده قال له اعمل كذا، فهو ما عملش كذا وروح البيت. هيقول يا عم خلاص، ما ابويا اخره كلمتين وهيصحى، هيبقى خلاص، ما هو اتعود ان الراجل ده بيقعد يزعق عمال على بطال كلمتين وكبر دماغك. ولكن لو هو مثلا انت عملت حاجه غلط ووالدك سكت، تمام، انت تخاف، السكوت يرعب، فاهم؟ يعني انا مثلا لو عملت حاجه غلط وخايف من ابويا، تمام، انا هبقى ايه في انتظار عصبيته او زعيقه، فلما هو ما يتعاملش معايا كأن اللي حصل ما حصلش، انا هفضل خايف. اللي هو طب هو ساكت ليه؟ هو ما فتحش معاه الموضوع ليه؟ طب هو نسي؟ طب هو هيعمل حاجة؟ فالسكوت مرعب، ان انت مثلا تتلاشى الانسان اللي قدامك كأنه لم يكن. دي حاجة صعبة. بصوا انا كنت بقرأ حاجة دلوقتي، الشخص العصبي فين راحت؟ ثانية واحدة. الشخص الذي يثور لأتفه الأسباب هو شخص مستباح نفسيا، أي كلمة قادرة على هز توازنه، هي أي كلمة قادرة إن هي تلعب بمشاعرك، تقلب يومك، تخليك تروح وتجيبك كده، فاهم إزاي؟ لأن أنت نفسك من جوه هش، ضعيف. كلمتك أنت عارف هي رايحة فين وجاية منين بحساب، فاهم؟ أنا لو زعلت من الشخص ده هو اللي خسران. أنا مثلا لما أقول لحد كلمة، هو لازم ينفذها عشان واحد اتنين تلاتة، عشان أنا أسبابي كذا كذا كذا، عشان أنا أسبابي مقنعة، مش عشان أنا بزعق، مش عشان أنا الراجل، ومش عشان، فاهم حاجة؟ وأولا وأخيرا أنا مش عاوز أتكلم في حوارات الجواز والكلام ده. أنت مش هتاخد بنت الناس تربيها، ده موضوع تاني، ده فيديو تاني لوحده. واحدة عندها حاجة وعشرين سنة تربيها، خلاص الواحد طول ما اتعود على طبع مش بيتغير عليه. فالواحد بس لازم يكون مدرك الحاجة اللي هو بيعملها، ومدرك كل كلمة بيقولها، وتقيل، فاهم؟ مش هفضل انا ازعق أو. يعني انا، يعني بعد ما الفيديو برضو خلصناه، برضو انا حاسس ان في حاجه مش طبيعيه. يعني سامحوني يا جماعه بجد لو في حاجه مش تمام. خليني اقول لك على حاجه كمان معلش. الشخص اللي بيتعصب هو ضحيه، يعني عند عصبيته، فاهم؟ لان هو يعني ايه، بيستهلك نفسه بنزين كتير على الفاضي، مع انك ممكن تحل الكلمه بكلمه او كلمتين بالمنطق بالعقل. انا مش بقول لك ان انا عاقل، وانا مش بقول لك ان انا كويس، انا ما بقولكش اي حاجه، ولكن انا بقول لك خليك شخص متزن كفايه، تمام، و ما تخليش مثلا كلمه حد يقولها لك في شغل
فتفضل زعلان ومتعصب عليها لحد تاني يوم ما تشوف الشخص ده. لا، ولا اي حاجه، ولا كانك شايف. انا والله يا جماعه كنت بدخل الشغل في المكان ده، والله ما كنت ابص في وش اي حد خالص. كانوا بيزعلوا جدا، وكنت بس بالسماعه ومبسوط، ولا في دماغي ولا كاني شغال مع اي حد. هم اللي كانوا زعلانين، فاهم؟ هم اللي كانوا متضايقين، هو ازاي انا مش شايفهم؟ ازاي هم مش عارفين يمسكوا عليا غلطه عشان يتكلموا معايا وعشان يضايقوني؟ فبعقلك هتعرف تحل حاجات كتير. وانا سبت الشغل ده والحمد لله ربنا كرمني يعني. ربنا يوفقنا جميعا وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. انا ببص شويه هنا وشويه هنا عشان اشوف نفسي كده. بس لو حابين اتكلم في اي حاجه تاني اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، وان شاء الله يعني كل سنه وانتم طيبين الاول. وان شاء الله الايام اللي جايه يكون فيها كذا فيديو. معرفش بقى انتوا عاوزين مواضيع معينه ولا ايه، بس ان شاء الله خير. بس اتمنى اكون ما رجعتش كتير. يا نهار ابيض، لا ده احنا رغينا قوي، ده احنا رحنا في 60 داهيه، ربنا يستر علينا. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.